عسلامة البنات، ان شاء الله تكونوا لاباس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جيتكم فيديو خفيف ظريف كما العادة والعوايد، ان شاء الله يعجبكم ووصلوه معاي للاخر وتو تشوفوا معاي كل شيء بالضبط. في بداية الفيديو على بركة الله بديت اول حاجة البنات بالعجينة تاع باجيت فرسي، ما شاء الله جت بسم الله ما شاء الله. نودكم ومن شهيكم جربوها واعطوني رايكم. كما تشوفوا حطيت 500 جرام فرينة، عليهم مغرفة سكر وشطر مغرفة ملح، وبالمحكار يمكن 2 مغارف زيت، صبيت هكاكا معناتها نية، وحطيت معاهم باكو خميرة. بسم الله ما شاء الله حطيتهم الكل مع بعضهم، وبالطبيعة خلطتهم بالمية الدافي. وكما تشوفوا البنات ني العجينة ديما كما نقول لكم في المعجنات نتاعي ديما نستعمل الفرينة برك. علاش؟ خاطر ما تستحقش باش تتعجن وتجي خفيفة ما شاء الله، تجي خفيفة وهشوشة، السميد شوي رزين. وبعد انتم لكم الاختيار معناتها. عجنتهم مع بعضهم خلتها ترتاح كما تشوفوا هني البنات. قبل لا نخليها ترتاح صبيت عليها شوي زيت زيتونة، هكا الزيت يعطيها لمعة يعطيها هشاشة ما شاء الله. والله يا البنات جربوها وتو تشوفوا. ومن بعد هني غطيتها وخلتها ترتاح يمكن هكاكا سواعة سواعة ودرجين. وديما نية نعمل الطريقة ذيك نغطيها بحواجة الوالدة علمتها لي وديما نستعمل فيها والحمد لله طريقة ناجحة على الاخر، باش الواحد كي يبدا يزرب في ساعة تخمر ما تشدش ليد. خلتها غاديك البنات العجينة تخمر في عقلها، ومن بعد جيت هنية كما العادة والعوايد الشوربة حاجة أساسية. ديما مش أكيد راكم مش تملوا منها، مي الله غالب هذيك يوميا بصفة يوميا نطيبها معناها. كما تشوفوا قصيت شوي لحم، حطيت طماطم فلفل تابل كروية ملح ثوم وشوي فلفل أكحل. هذوما الحوايج اللي البنات الرند نبعد عليه ديما، خاطر راجلي قلقة شوية ذاك عليه ما نستعملهش، أما بالعكس هو يبنن الماكلة وتجي بسم الله وما شاء الله. كما تشوفوا هنيا الثوم ديما هنيا كما قلت لكم نهرسها ديما في المهراس يعطي بنة ما شاء الله. وبالطبيعة حطيت معاها الثوم باش يفوحها، وجت بنة على بنة وما شاء الله والحمد لله حمدا كثيرا. بعد البنات ما خليت الشوربة كما تشوفوا لين فارت، حطيت شوربة الشعير، حطيت شوي المعدنوس مش نخليها تطيب البنات. تو تشوفوا معاي مش نمشي نبدأ نشكل في الخبز متاعي. جي بسم الله وما شاء الله كما قلت لكم الباقيت فرسي هني البنات. معنا سبقتكم بالحديث نرجعوا للفيديو. كما تشوفوا قطعت شوي سكالوب معهم شوي بصل وخليتهم يتقلوا في الطاجين. بسم الله وما شاء الله زدت الملح زدت تبل كروية وشوي فلفل أكحل، وكل واحد كيفاش يحب يفوح، كل واحد كيفاش يحب يحط الحشو البنات، كل واحد وطريقته. فما اللي يعمل بطن، فما بسكالوب، كل واحد شي يحب، فما بالحم مفروم. ني هذا اللي كان عندي معناتها متوفر وني أكثر البنات هذه شهوتي، خاطر الطن من محلاش برشا نحب أكثر سكالوب. كيما تشوفوا هني زدت شوي كريم فريش ما شاء الله. ما نحكي لكم مش عك البنة اللي جت في سكالوب يا البنات. كيما تشوفوا حضرت كل شيء، السكالوب معك الكريم فريش ما شاء الله. حطيت الزيتون، حطيت البنات الهريسة خلطها بشوي زيت زيتونة، وعملت شوي جبن رابي، وكل واحد كيفاش يحب. بعد تالي الحشو انتم مش تحبوا البنات لكم الاختيار معناتها. حبيت نوريكم الطريقة متاعي. وبديت هني البنات نحل في العجينة متاعي ونشكل فيها بسم الله وما شاء الله. تو تشوفوا معي بعد الفيديو كي طابوا وحضروا. والله يا البنات جربوها واعطوني رايكم. كما تشوفوا عمرت بالكعابة ما شاء الله. عملت 4 باقات فرسي كبار ومعاهم وحيدة صغيرة، وذوقت منهم جارتي وربي يبارك لها وربي يعطيها الوقت الطيب حتى هي ذوقتني. ان شاء الله ان شاء الله ديما بصحيحاتنا وديما نطيبوا ونذوقوا اهلنا ومالنا وجيراننا. وكما يقولوا ناس بكري خوك المتالاك مش من باباك وامك ولا كيفاش، معناتها هكا المثل هذا. البنات بالحق جيراننا يعوضوا الأهل. ماذا بينا احنا بحذانا خياتنا وقراب ونمشوا ونجوا، ما يلا غالب هذه الغربة وفي الغربة زاد البعد والحمد لله أنا عنا جيراننا نجموا نعوضوا معاها، من نجموا نبارتاجوا معاها، من نجموا نفكروا في بعضنا ونذوقوا بعضنا. بما أنه شهر رمضان شهر فيه كل شيء كما تعرفوا، معناتها ما فيها باس كي نحنوا على بعضنا، وشهر ربي يرحمنا به وكرمنا به.
شاء الله ديما مع بعضنا، وإن شاء الله ديما نحبوا الخير لبعضنا، وإن شاء الله ديما نذوقوا بعضنا، ما فيها باس، ما ينقص منا حتى شيء. ما شاء الله رمضان يجيب خيره سبحان الله، والله يجيب خيراته وخميراته، والحمد لله. إن شاء الله ربي يحفظها نعمة، استغفر الله، إن شاء الله ربي يزدها نعمة ويحفظها من الزوال إن شاء الله يا ربي، لي وليكم والأمة محمد الكل. إن شاء الله ربي الناس الكل في خير، إن شاء الله الناس الكل قادرين عليه رمضان إن شاء الله يا ربي. كثروا من الدعاء البنات، كثروا من الدعاء، والله راني مانيش كيما نفكر في روحي نفكر فيكم، لا أكثر ولا أقل. أما هذه فرصة ربي اعطاها لنا سبحانه وتعالى باش نرجعوا فيها لبعضنا، باش نحنوا على بعضنا، باش نودوا بعضنا، كل حاجة مثالش معناتها. خلينا حنية ديما عين رت وعين ما رتش، خلينا حنية ديما خير، خلينا إن شاء الله ربي ديما عاطينا، إن شاء الله ربي يغنينا حتى ليرضينا، حتى لنرضوا إن شاء الله يا ربي، ويعطينا وكل شيء كل ما هو خير بالحق. راهو قد ما أنتم تحبوا الخير للغير والله ربي ما يعطيهولكم، والله ما يجيبهولكم في دياركم، ما تقولوش شكون ولا كيفاه ولا لا، والله ربي بيتها في شان ويصبحها في شان، والله عن تجربة يا البنات. إن شاء الله تعرفوني في الأيام القادمة نحكوا أكثر ونمشوا مع بعضنا البعيد. والله والشان هذه عملتها خاطر استانست بكم وبالحق خليتوا علي تو إن شاء الله نحكوا أكثر. أما حاجة معناتها عملتها باش نتطوروا فيها مع بعضنا، منها في الروتينات، منها في الحياة اليومية، وزادة في الحياة الاجتماعية. ما فيها باس كي نفيقوا بعضنا وناخذوا بخاطر بعضنا ونعطوا آراء بعضنا، ونجموا نقدموا قدام، ونجموا نعيشوا عيشة باهية مع أزواجنا، مع وليداتنا، مع العائلة، مع الجيران، في حياتنا أصل نجموا نتقدموا نمشوا لبعيد وناخذوا من بعضنا النصائح. وما فيها باس كل واحد ننصحوا بعضنا باش الإنسان الآخر ما يتهش في نفس الغلط، وإلا نفيقوا بعضنا. صحيح العبادة تبدلت، صحيح الناس ما عادش كي بكري بالحق بين قوسين، أما الحمد لله ديما فما خير، وديما فما ناس باهية، ونؤمن اللي نية فما ناس خير مني وأكثر مني، وما شاء الله وبسم الله وما شاء الله. ربي عتاهم الحكمة وعتاهم البصيرة وحب الخير للغير. هذه حاجة مهمة ونقطة مهمة في حياتنا على الآخر، اللي باش تخلينا نمشوا في ثنية باهية ياسر، وربي سبحانه وتعالى يمدلنا كل حاجة فيها خير. والله إن شاء الله ربي يعطيني ويعطيكم، وإن شاء الله نكونوا ديما إخوة لبعضنا، إن شاء الله ديما نكونوا في طريق بعضنا، نساعدوا بعضنا، نعاونوا بعضنا، ما ينقص شيء منا. راهو اليوم حيين نجموا غدوة نبدو ميتين. إن شاء الله بعيد علينا وعليكم الموت حق، كل نفس ذائقة الموت. هذاك عليه والله من الباب هذا ومن المنبر هذا راني كيما نفكر في روحي نفكر فيكم، لا أكثر ولا أقل. هذاك عليه لازمنا ديما نغلبوا النفس، وخلينا نحبوا بعضنا، وخلينا نفرحوا مع بعضنا، ومحلاها الفرحة ولا حتى الشدة زادة كي نلقوا بعضنا. رانا ربي سبحانه وتعالى ميزنا بالإسلام وبالطيبة القلب وبالحب الخير للغير. إن شاء الله ديما نحبوا بعضنا يا البنات، إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله ني ديما فرحانة وأنتم فرحانين، إن شاء الله ربي يرزقني ويرزقكم، إن شاء الله نراكم في أعلى المراتب وفي أحسن الأماكن، وما نبخلش على حتى واحدة منكم إني نعاون بأي حاجة معناها سبحان الله باش نربح الأجر. إن شاء الله أنتم تربحوا الأجر ونمشوا في ثنية الخير، إن شاء الله ربي يعطينا كان الخير لي وليكم والأمة محمد الكل. الحاصل البنات حليت معكم قوس، ونرجعوا تو للفيديو متاعنا. كما تشوفوا اللي باقت فرسي ما شاء الله، حضروا ما شاء الله. محلاها البنات كي تتعبوا في حاجة وتجي محلاها بالحق، معناها الصورة تو توريكم كل شيء. بسم الله وما شاء الله. والبنة زادة والله يا البنات الحمد لله اللي طيبتك ليناه، الحمد لله يا ربي، الحمد لله. كما تشوفوا هنية بعد من البنات حضرتهم عملت كسرت كعب عظام الأصفر متاع العظام، وزدت معاه شوية حليب وخلطتهم مع بعضهم، وبديت كما تشوفوا ندهن فيهم بسم الله وما شاء الله. وزدت زينتهم بشوي سينوج وشوي جلجلان، كل واحد كيفاش يحب وكل واحد كيفاش يزين، كل واحد وطريقته، والناس الكل أذواق، والواحد الحاجة اللي يحبها يعملها. إن شاء الله ربي ديما يعطينا صحيحاتنا يا البنات. بالحق الصحة نعمة من عند ربي، الحمد لله حمدا كثيرا. والله
سبحان الله، إن شاء الله ديما ندوروا في دويراتنا، وإن شاء الله أمة محمد الكل في خير، يا ربي اشفي كل مريضة لوليداتها ولرجالاتهم ولعائلاتهم، إن شاء الله يدوروا في دويراتهم كما تشوفوا. حضروا حطيتهم في الفور يطيبوا على 190 درجة لمدة يمكن 20 دقيقة. تو تشوفوا معاي بعد بسم الله ما شاء الله. كما تشوفوا هنية جيت للدجاج حطيته يفور في المية، من بعد البنات خرجته كما تشوفوا. جبت الزبدة وبديت ندهن بالوحدة بسم الله ما شاء الله. وحضرت لهم عملت تابل وكروية وثوم، هرستهم مع بعضهم ما شاء الله. زدت عليهم الزيت والملح، فلفل أحمر، فلفل أكحل، وخلطتهم مع بعضهم. وزدت معاهم شوي كمون. البنات الكمون يفوح في الدجاج يجي بسم الله ما شاء الله. كما تشوفوا هنا جبت الطبيق متاعي حطيتهم ما شاء الله كشوية دجاج، ومن بعد تبدو باش نبدأ ندخل فيهم الخليط اللي عملته. والله يا البنات والله طريقة بسم الله وما شاء الله، يجيك مونديري مصلي شارين. والطريقة ذي بالحق محلاها فيها بنة أخرى بالحق، بنة ما شاء الله. كل كي البنات كما تشوفوا دخلتك الخليط اللي عملته فك البياض متاع الدجاج الكل كي. ومن بعد البنات تشوفوا معاي باش نزيدهم شوي مية، جوست شوي مية هكا باش فك الصفحة متاع اللي كنت عاملة فيها الخليط، ونصبهم في الطاجين باش ميشدليش من بعد الدجاج معناتها. مش الرش معاهم استغفر الله شوي معدنوس. المعدنوس يا البنات يعطي بنا بسم الله وما شاء الله كي يبدا يطيب معناتها مع الخليط. كما تشوفوا هنا زدت شوي مية شوي برك البنات، واختياري فما اللي يحط زيت فما اللي يحط مية، ني حطيت مية. وزدت معاهم قرينين فلفل اخضر بسم الله وما شاء الله كي يجوا مشوين ويشيبوا كالريحة مع الدجاج. والله يا البنات الطريقة ذي ديما الواحد خلينا نعملوها بالحق خفيفة وبنا ما نحكي لكمش. جيت للفور خرجت الخبيزات متاعي كما تشوفوا بسم الله وما شاء الله، ما شاء الله علي البنات والله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. جو بسم الله وما شاء الله. نفرح والله يا البنات، نفرح كي نعمل حاجة أكيد راكم الكل كيفي معنا. نفرح كي نعمل حاجة وتجي بسم الله وما شاء الله تجي محلاها. طابوا على نار هادية، طابوا في عقلهم والله جو بنا نودكم وقالوا من شهيكم ان شاء الله قسمكم في الجنة. وان شاء الله تجربوها البنات، جربوها وقولوا لي. كما تشوفوا هنا بعد ما حطيت الدجاج البنات يطيب زاد حطيتها على 190 درجة نفس الحرارة زاد خاطر طيب وبتبعته جوست هنا باش يعمل لك الحمورية ذيك كتقرميش. كما تشوفوا هنا قصيتك الخبيزات متاعي مرسوات وعبيتهم في كسحينات. جو بسم الله ما شاء الله. كما تشوفوا الفرماج البنات تحل من داخل جبن ما شاء الله. خليتهم بعد جيت البنات هنية كيما تشوفوا فك الدجاج بسم الله ما شاء الله. جي الصفورية متاعها وكل حمورية بسم الله وما شاء الله بسم الله وما شاء الله. جربوها البنات والله لا تندموه، حتى وليداتي ياكلوه ما شاء الله وحبوه وعجبهم بسم الله وما شاء الله. راجلي زاد قال لي عجبني على الاخر القوة متاعها مع الثوم وك الدنيا. جي مطعم محلاه حواجة خفيفة مش رزينة وتتاكل وما تقعدناش، خاطر بالحق البنات طيبوا الحاجة اللي تاكلوها معناتها. الواحد باش على صغيراتنا صدقوني اني عامله لك كنطيب سنية، قلت لا لازمني نطيب الحاجة اللي صغاري ياكلوها ونجموا الناس الكل ناكلوا مع بعضنا معناتها سبحان الله. كيما تشوفوا هنا واكل قرينات فلفل زاد حل واكل منظر. زينت الصحن متاعي بشوي سلطة بشوي خس وحطيت عليها البيات متاع الدجاج بسم الله وما شاء الله. والله فرحانة يا البنات ما نحكي لكمش. جت دبارة سهلة خفيفة ما شاء الله. عملت دجاج في الفور، عملت باقيت فرسي، وعملت شوربة الشعير ومرقة البنات زادة. والله من بعد صح لي البنات بعد ما عملت هكا قلت لازمني نزيد حواجة للسهرية ونسي جامي خاطر معاي معنا ولد طفلتي زاد ربي يحفظه وراجلي، وقلت حاجة يقعدوا جعانين ولا حاجة يلقوش ياكلوا من بعد. معناها ديما الواحد يحاول هكا يعمل حويجات ما يكثرش، اما في نفس الوقت باش زاد ما شاء الله معناتها نلقوش ناكلوا نقولوا حني الحمد لله يا ربي. كما قلت لكم الحاجة اللي نطيبوها ناكلوها. كما تشوفوا هنا صح لي باش نعمل مرقة جلبانة.
والله يا البنات جت حلوة حلوة، خاصة الجلبانة ما شاء الله عجبتني فرشكة محلاها ما شاء الله. كيما تشوفوا هنيا حبيت نبارطاجي معاكم هذه البنات، صح لي صحان باش نطيبها معناتها بعد ما عملت الباكيت فرسيه والدجاج والشوربة، قلت لازمني نعمل حوايج أخرى. الله غالب هكاك احنا نسيه ديما قد ما نطيب ونقولوا شوي. كيما تشوفوا معاي هنيت وولتي حضرت بالخيرات إن شاء الله ديما عامرة الحمد لله يا ربي ما شاء الله، كلينا وتهننا وبالشفية منك ليا. ومن بعد البنات ما خملت الكوجينة وغسلت الماعون، شاركت معاكم خاطر برشا مرات باش يولي تكرار هذاك عليه. وريتكم ديريكت حبيت نعمل حوايج للسهرية، عملت سلطة فروي بسم الله وما شاء الله، بنان كيوي تفاح نزاص الحمد لله يا ربي حمدا كثيرا. وحطيتهم في الكيسان البنات وكلنا وبالشفية، وإن شاء الله قسمكم في الجنة، وإن شاء الله البنات الناس الكل في خير. محلاه الواحد كي يتعب ويشقى ويبدأ متهني، راهو مش كل راهو الإنسان كل قدير وقدر البنات، كل قدير وقدر وكل واحد علاش يقدر. المهم الفرحة البنات، كونوا القناعة كونوا فرحانين ديما، نهار اللي تعدى استغلوه بالفرحة وبالخير وبحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. أفرحوا مع صغيراتكم مع رجالكم مع أهلكم، راهو الصحة بالحق صحيح، المال قوام الأعمال، أما ما فيها باس كل إنسان كل قدر وقدره، ورزق راهو ربي هو اللي يعطيه هذاك عليه أرضه باللي كاتبه لنا ربي، ونسعوا والله ربي مجيبنا في الصواب. وإن شاء الله لي وليكم لأمة محمد الكل إن شاء الله بالدعاء الناس الكل نكونوا في خير. وطول البنات ما بقالي كان نقول لكم تصبح على خير، إن شاء الله نجيكم فيديو آخر، فيديو خفيف ظريف. وما تنسونيش البنات في الاشتراك والبارتاج والكومنتات المزيانة اللي كيفكم، راني عندي فيكم ثقة كبيرة كبيرة كبيرة. تو ما بقالي كان نقول لكم في أمان الله وتصبح على خير ويعطيكم خير على خير يا أهل الخير، وربي يحفظكم ويخليكم الناس الكل.